من يطلع على الخرجات الأخيرة لزكيكو المومني ويسمعه وهو يتحدث عن حرصه الشديد على عدم المس بمصداقيته، فلا شك أنه ستنتابه هستيريا الضحك والسخرية جراء ما سمعه. فمنذ متى كان لهذا النصاب المبتز مصداقية أصلا، حتى يخرج ليبحث بمشقة الأنفس عن المبررات هنا وهناك للتغطية عن أكاذيبه الفاضحة التي روجها طيلة السنوات الماضية، من بينها المقتل المزعوم للأميرة للا سلمى، واستحالة سفر عبد اللطيف حموشي إلى فرنسا، ناهيك عن الإشاعات الكاذبة المختلفة والمتعددة المثيرة للاشمئزاز التي استهدفت ملك البلاد، ووصلت إلى حد الترويج لوفاته والادعاء بأن تغطية أنشطته الرسمية إنما هي عرض لفيديوهات قديمة له، وبأنه تمت الاستعانة بشبيه له للظهور في بعض المناسبات الرسمية. زكيكو المومني، وبعدما تلقى ضربات متتالية في الآونة الأخيرة، كشفت عورته أكثر مما هي مكشوفة، وجعلته يبلع لسانه لشهور قبل الخروج مرة ثانية بسيناريوهات ضعيفة ومبررات أضعف تمت صياغتها بمعاناة شديدة، لدرجة أن هشاشة حججه بدت واضحة على وجهه في الخرجات الأخيرة. مشكلة زكيكو المثلي في الحقيقة أنه لا يتقن أي مهنة أو حرفة تمكنه من العيش الكريم، وحقده الدفين تجاه وطنه أعمى بصيرته، فصورت له نفسه أنه بإمكانه أن يحقق أرباحا خيالية عبر مهاجمة المغرب، فدخل في دوامة الكذب والتدليس بحثا عن مداخيل الابتزاز، فلم يشعر بنفسه حتى بات خارجا عن السياق، وبدون أدنى حرج يطلق أكاذيب غبية لا يمكن تصديقها، ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من الجنون، ويصبح أضحوكة ومحط سخرية الجميع.